تبارك الرحمن، من أعلنت إجماع شبابي عليك يا أبو جوهر. يعني ما شاء الله انتشرت صورة في تويتر الكل يجمع على صوت الشباب، وأنا بالنسبة لي كإعلامي اليوم أفتخر بزميل وأستاذ يمكن عاصرتك في أكثر من مكان، سواء في برا الكويت ولا داخل الكويت، واليوم تترشح وتخوض انتخابات 2023، انتخابات اللي هي بكل صراحة انتخابات اليوم يمكن بين أقطاب. أول شيء في بداية الأمر أنا سعيد أحمد بوجودك ووجود جميع الزملاء. يشعر الواحد ترى برهبة عادة لما يتكلم ويتحدث أمام زملاء الإعلاميين، أفراد ساهمنا معاهم، عشنا معاهم في العملية الإعلامية الكويتية، نفتخر بوجودهم، نختلف نتفق بإدارتنا بأسلوبنا الإعلامي، ولكن أنتم مرآة الحقيقة لدى الشعب الكويتي بنقل كل ما هو كاملا مكملا بوضوح وبشفافية حتى الشعب يستطيع أن يختار من ينهض بالأمة. في بداية الأمر نخوض الانتخابات، أنا أخوكم محمد جوهر حياة عن الدائرة الأولى بشعار لن يموت الحلم، مؤمنين إيمان كامل بقيم العدالة والدستور وبقيم الدستور الكويتي المتضمنة بالعدالة والحرية والمساواة، متسلحين بوحدتنا الوطنية التي لا تعتبر ترف بل تعتبر جزءا أساسيا لحماية لحمة هذا الوطن وتطويره ونهضته، وأيضا متسلحين بضرورة أن نحقق رغبات آمال وتطلعات الأمة. أنا مؤمن إيمان كامل ما ممكن أن نصلح أي خلل موجود في دولة الكويت في كل مؤسسات الدولة وفي كل وزاراتها وفي كل المشاكل العالقة للمواطن الكويتي والوطن إلا بوجود إصلاحات سياسية حقيقية تساعد على نهضة هذه الأمور. بحاجة لإصلاحات السلطات الثلاث، أكرر، وليس سلطة واحدة. إن أتينا عن سلطة التشريعية وهي سلطة الشعب، من الأهمية والضرورة إقامة مفوضية عليا للانتخابات تدير الانتخابات بكل شفافية وتكافؤ فرص ما بين المرشحين، وأيضا هناك القوائم النسبية اللي أيضا عملنا معاه. أنا أعود من حزبه من مشروع الشباب الإصلاحي، وأنت عارف يا أحمد وغطيت هذا الأمر بأن بضرورة وجود نظام قوائم نسبية حقيقية تقوم على وضع قوائم جامعة، أفكار جامعة، تيارات سياسية وغير سياسية جامعة، اختلاط ما بين أبناء الشعب الكويتي، لا نقوم على الفئوية والقبلية والانتخابات الفردية وفق النظام الصوت الحالي. أيضا هناك إصلاحات لازم أن تكون من جانب الحكومة. نحتاج حكومة يتم اختيار وزرائها على أساس كفاءات أعضاء في مجلس الوزراء قبل أن يكونوا وزراء لوزارة محددة فنية أو معينة. نحتاج حكومة، لأن إن أصلحنا هذا الشأن ستأتي لنا حكومة حقيقية، حكومة لا تقبل بتسفيه إرادة الأمة ولا تحضر الجلسات، حكومة قادرة أن تأتي وتواجه النواب البرلمان وتضع آرائها وجدولها ومن ثم الديمقراطية من تحسب. أنا يعني كمواطن أزعجني جدا ولدينا نواب في مجلس الأمة تتبدل مواقفهم بتبدل الأشخاص. الجانب الاعتراضي أو المعارضي يكون واضح، الولاء يكون لقوانينك ولمشروعاتك وما تحمله من أفكار وليس للأشخاص. أيضا كذلك الحكومة التي تريد أن تطبق الدستور والقانون عليها أن تحترم إرادة الأمة وتحضر الجلسات وتعمل، وليس فقط حكومة على المزاج. ومطلوب منك كنائب أن تراقب ليس الأشخاص بل تراقب الفعل. السلطة القضائية آخر شيء أو تحصيل الإرادة الشعبية هي تعديل قانون المحكمة الدستورية بضرورة وجود من يحصل إرادة الأمة. إرادة الأمة لا تبطل عبر الانتخابات، الشعب ينتخب ويضع آراءه في الصناديق وإرادته ما ممكن أن تبطل بشخطة قلم، بل من الأوجب أن يكون هناك التحصين أو الرؤية بهذه الطعون القادمة على المراسيم ما قبل الانتخابات وليس بعد. أنا زي ذا بصوتك في حال نجاحك على سدة الرئاسة. يعني أنا أتوقع أبو عبد اللطيف، أنا أدري أنت تكون في دورك الإعلامي بس أنا واضح، يعني أتوقع أنا ما أحتاج هذا السؤال. يعني إذا ما بين هناك ما بين أحمد السعدون أو مرزوق الغانم بالطبع رغم انتقادي للعم أحمد عبد العزيز السعدون بعدم إقامة الجلسة بحضور الحكومة، ولكن إن كان التصويت ما بين أحمد عبد العزيز السعدون ومرزوق الغانم أنا صوتي يتجه طبيعي يعني لأحمد السعدون. الرياحي تفتيش الكويت، هل ما رأيك في النائب الذي يصبح وزير؟ هل سنراك وزيرا؟ لا، أنا يعني أرى بنفسي أن أكون نائبا أمثل الناس، أمثل تطلعاتهم، مؤمنا بالتشريع والرقابة الجادة وجودة التشريع التي تساعد على نهضة المجتمع وليس لدغدغة مشاعر الناس. أبو جوهر مواطن وإعلامي وناشط سياسي في أغلب القضايا وأثبت موقفك في اتجاهها. الآن في المرحلة القادمة ما هي الرؤية كمشروع التي سيقدمها محمد جوهر بما أنك عنصر شبابي ويأملون فيك الخير، وأيضا حملة نبيها نزيهة التي أنت أحد المشاركين فيها، هل ستستمر الحملة وترى لها فعالية على أرض الواقع؟ نعم، حملة نبيها نزيهة أو ما يسمى مشروع الشباب الإصلاحي هو ليس محمد جوهر حياة لوحده. محمد جوهر حياة عود من حزبه مجموعة من الشباب الوطني الإصلاحي الذي ينهض بالإصلاحات السياسية حتى يساعد على تنمية جميع مرافق الدولة.
ما ممكن أن يتطور عندنا التعليم، ما ممكن أن يتطور عندنا النظام الصحي، ما ممكن أن نحل مشاكل الإسكان بشكل دقيق ومفصل للمواطن الذي يئن من الإيجارات والمبالغ والمصاريف والأموال اللي يعني كسرت يعني أمات العزم المواطنين بالغلاء بجميع هذه الأمور، إلا بوجود مجلس حقيقي يقوم على إصلاحات سياسية ينتخب لنا نوابا حقيقيين قادرين على وضع برامج لنهضة هذه البلد. زين، سؤال أخير أبو جوهر، قلت لن يموت الحلم، شنو حلمك؟ أنا أكلمك من مواطن إلى مواطن عيوني. يعني أنا بكون صريح معك، أنا مؤمن إيمان كامل رغم اليأس الموجود في نفوس الناس الذي تغلغل في نفوس الناس بشكل كبير ومخيف نراه في زياراتنا للدواوين أو للملتقيات الاجتماعية، ولكن مؤمن إيمان كامل بأن احنا من حقنا أن نحلم، من حقنا كمواطنين نحلم ببلد دستور وقانون، نحلم ببلد فيه تكافؤ فرص، نحلم ببلد أن عندنا برلمانيين حقيقيين يعتمدون مواقفهم الحقيقية، يدافعون عن الدستور والقانون أيا كان الشخص اللي يضمهم. نحلم بوجود حكومة لديها رئيس وزراء قادر على وضع رسم سياسات عامة للبلد، ونحلم بعودة المسرح الكويتي، نحلم بوجود عبد الحسين عبد الرضا جديد وسعد الفرج، نحلم برياضة فيها فيصل وجاسم، نحلم بفهد ديحاني جديد، نحلم بثقافة وأدب وتسامح. هذه الكويت رغم اليأس مجبورين أن نحلم، ولكن الحلم ما يتحقق إلا بالفعل. وأنا أريد أقول لك كلمة، يحاول البعض أن يضع اليأس فينا أكثر وأكثر، ويحاول أن يدمر المشهد السياسي بطرق ملتوية، ولكن أنا عندي إيمان إحنا ما أمامنا إلا طريق واحد، أنك تحلم وتحقق هذه الأحلام. أحلام تحلمها بدون ما أن يكون لك موقف حقيقي ثابت مستند على الدستور والقانون والقيم والعدالة ومساعدة المواطنين وتطويرهم والوقوف بجانبهم وبجانب قضاياهم المختلفة والمتشعبة. من حقنا نحلم. حلمي أني أشوف الكويت كما كانت في السابق وأجمل بإذن الله. الله يوفقك يا أبو جوهر، الله يوفقك. هل هناك كتلة جديدة؟ لا يعني لحد الآن الكتل الأفضل والصادق لأوانه إذا الله وفقنا وكنا أعضاء في البرلمان. بس خلاص